كتير جدا في حياتنا بنتكلم عن الضغوط. حد يقول انا مضغوط جدا، الضغوط عليا كتير، انا مش عارف اعمل فيها ايه. طيب ايه هي اصلا الضغوط؟ هي ظروف واحداث تجعل الفرد في حالة من عدم الراحة وتؤثر عليه، وممكن ان تسبب له الكثير من المشكلات، سواء مشكلات نفسية او حتى فسيولوجية مختلفة. ومن الاثار السلبية للضغوط على الانسان 80% من الامراض بتسببها الضغوط، بتسبب الاجهاد، بتسبب امراض زي القلب، مرض السرطان، سقوط الشعر، اضطرابات الغدة الدرقية. بتسبب كمان آثار نفسية سيئة زي التوتر، القلق، الاكتئاب، انخفاض دفعية الإنجاز. الأكثر من كده إنها بتسبب آثار سيئة على الفرد في علاقته بالآخرين، في علاقته بأسرته، بأبنائه، يتعامل معهم بعنف أو ما يسمع لهمش باهتمام. طيب الضغوط دي كلها حاجة واحدة ولا هي عدة أنواع؟ واحنا بنقول أنواعها ليه؟ بنقول أنواعها عشان نحط في اعتبارنا لما نيجي نتعامل معاها. أنواع الضغوط، أول حاجة ضغوط الحياة العادية، كل واحد فينا بيقابلها في حياته كل يوم، زي الضغوط الاجتماعية، الضغوط الأسرية، الضغوط المادية. النوع الثاني الضغوط غير العادية. الضغوط غير العادية بنقصد بيها الضغوط اللي ممكن تحصل فجأة بلا مقدمات، زي مثلا تعرض الفرد للحادثة أو موت أحد الأقارب أو تعرضه لأي موقف طارئ. النوع اللي بعد كده من الضغوط ضغوط لها مؤقتة. الضغوط المؤقتة اللي بتحدث ليا نتيجة تعرضي لمشكلة معينة، وبانتهاء المشكلة بينتهي هذا الضغط. النوع اللي بعد كده من الضغوط الضغوط اللي لها صفة الاستمرارية. الضغوط اللي لها صفة الاستمرارية اللي بتستمر معايا لفترات طويلة نتيجة مثلا تعرضي لبعض الأمراض الصحية زي الأمراض المزمنة، أو كمان تعرضي لخسارة مادية. آخر نوع من أنواع الضغوط اللي هي الضغوط الإيجابية. والضغوط الإيجابية دي أنا بحط نفسي فيها عشان أنا ليا هدف معين أنا عايز أحققه، وببقى مستمتع بهذه الضغوط رغم أنها ممكن تسبب عبء عليا في بعض الأحيان، إلا أني ببقى مستمتع بوجودها عشان في الآخر أحقق هدفي. أنا بقى أقدر إزاي أتعامل مع هذه الضغوط؟ أول حاجة إن الإنسان يخاطب نفسه بلغة إيجابية. يعني إيه يخاطب نفسه بلغة إيجابية؟ يعني دايما يبص للإيجابيات اللي هو بيتمتع بيها ويسيب السلبيات ما يهتمش بيها. إنما ممكن يهتم بيها عشان إيه؟ يحولها لإيجابيات، مش يهتم بيها إنها تتحكم فيه. النقطة اللي بعد كده إن أنا أحط لنفسي أهداف واقعية، أهداف ممكن أحققها بالفعل، أهداف إذا أنا بصيت لإمكانياتي وقدراتي بالفعل ممكن أحققها مستقبلا. الحاجة التانية لابد إن أنا ممكن أشوف مواطئ الخطأ عندي فين وأحاول أصلحها مستقبلا. مواجهة المشكلات اللي ممكن تقابلني في حياتي والأزمات بمرونة وصلابة في نفس التوقيت. مرونة إن أنا ممكن أتغلب على أي حاجة تقابلني، ما أقفش صلب قدامها بحيث إنها ممكن تأثر فيها وتعمل لي مشكلات. كمان يجب إن أنا أنظم حياتي وأنظم وقتي. يجب إن أنا أخصص مثلا وقت عندي للرياضة، أمارس رياضة كل يوم لمدة على الأقل نص ساعة. كمان محاولة المرح والتفكير، إن أتعامل أستخدم المرح في أسلوبي في التعامل مع الآخرين. إن أنا أحدد مثلا موعد ثابت كل يوم إن أنا أجلس مع الأبناء في البيت، مع الأصدقاء. مفيش مانع إن أنا أطلب المساندة من الأصدقاء إن احتجت. أحاول مشاهدة التلفزيون. ودي كانت مجموعة من طرق التعامل مع الضغوط